القسم الوطني الاحتياطي خارجه. نبداو مع السي حميد دوش. يقف وراءه الرجال، وهنا بلتكم تصفقوا بحراره على مهندس الدوله. الفريق ديالنا الام في الصعود، ويستاهلوا الدراري اللي تقاتلوا، لا مسيرين لا لعابه، سيرتو اللعابه هما اللي كيكونوا حاضرين في التيران. تنشكرهم من هذا المنبر لانهم داروا اللي عليهم، حققوا الصعود وفرحوا هذه المدينه هذه. بالنسبه لهذه المناسبه هذه اللي دابا كنلعبوا ضد القدماء ديال المنتخب الوطني، زعما مناسبه كبيره وزعما كتبشر بالخير لهذه المدينه هذه. كنتمنى ان شاء الله مزيد من العمل، حقاش الصعود هو حققناه، ولكن العمل الكبير هو اللي كيتسنى الفريق دابا، وان شاء الله يقول الكلمه ديالو. انت ساهمتي الولدي وكان لك دور الحمد لله اللي كنتي وتفانيتي في هذا المستوى. هو دير العمل اللي تحقق بيان سور، راه كاين شي واحد تيفرح في المدينه ديالو. وانا دائما تنكون مع اللعابه ديال الفريق اللي صعدوا هذا العام، وفي حقيقه اللعابه كانوا في المستوى وداروا المجهود الكامل ديالهم باش يحققوا هذا الصعود. واش نقول لك، شنو تقول للجمهور؟ الجمهور بلا ما نقول، راه هو العمل الكبير اللي كيدير الجمهور هو اللي بسببه باش الفريق دابا صعد، راه من الهوات حتى البريمير ديفيزيون دابا ان شاء الله. ماذا بيك دابا بريمير ديفيزيون عاد كثر. وبهذه المناسبه كنبغي نقول للجمهور يزيد يشجع الفريق ديالو، والتشجيع الحضاري هو اللي متعودين عليه. هادشي اللي كاين. الله يحفظك فيه. برافو اللي هو المكان ديالو الطبيعي. انا بغيت نشكر الجميع مره اخرى، كل من ساهم في الصعود ديال النادي المكناسي. كنظن بين هذه المرحله هذه فتناها، الان اللي جاي هو اللي صعيب، هو الاصعب. خص انه يكون اشتغال، وانا جد واثق بانه لا السيد المدرب ولا السيد الرئيس وكذلك كل الفعاليات هذه هذه تنضم باش انها تواكب النادي المكناسي. لانه هذه الحفلات اللي كتشوفوا اللي جاوا لاعبين دوليين من جميع انحاء المغرب ما هو الا عربون وشهاده لهذه المدينه، لهذا الفريق بكل ما قام به، من بطولات وكذلك الادوار الطلائعيه اللي لعب فيها، وكذلك اللعابه اللي كان عطاهم المنتخب الوطني بجميع الفئات. فمره اخرى هذا عرس كل شيء ناشط الحمد لله. بالاضافه الى ذلك ما نساوش الفريق وقدماء جمعيه القدماء ديال النادي المكناسي اللي حتى هي كتشارك في هذا اللقاء هذا، مقابله استعراضيه ضد قدماء ديال المنتخب الوطني، واللي هذه مره اخرى مقابله باش كنذكروا بان مكناس هي مدينه الرياضه، هي مدينه كره القدم. وان شاء الله السنه المقبله النادي المكناسي غادي يلعب الدور ديالو ويلعب ادوار طلائعيه باش انه ولما لا يفوز بالبطوله، يشارك في الكؤوس الافريقيه، لان هذا هو الموقع الطبيعي ديالو. شكرا لك. ابن حليمه نهنئ فريق النادي المكناسي على الرجوع ديالو للوضع الطبيعي، لان مكناس رجعت لبلاصتها. مكناس فريق كبير، فريق اللي عطانا مجموعه من اللاعبين اللي كانوا النواه ديال المنتخب الوطني المغربي. اليوم جينا نشاركوا الفرحه ديال الكوديميين بصفه عامه، لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. اكيد حنا فرحانين كلاعبين دوليين، وجينا باش نشاركوا خوتنا الكوديميين الصعود ديالهم. نتمنى لهم حظ موفق ان شاء الله. اكيد اليوم بدا العمل من اليوم من اجل عوده الكوديم الى القسم الوطني الاول اللي هي المكان الطبيعي ديالها، ولكن يجب العمل ثم العمل ثم العمل. ما بغيناش كوديم تطلع وترجع، بغينا كوديم تبقى سنوات وسنوات، ولما لا ندخل في خانات الفرق الفائزه بالبطوله ولا المشاركه الافريقيه ان شاء الله.
مرحبا. انا زدت فخور وسعيد انني كنتواجد في هذه المدينه السعيده، وشكرا للناس ديال مكناس اللي كيتبعوا وليد الرحماني وكيشجعوا. كنبغي نقول لهم مبروك عليكم الرجوع ديالهم هذه المكانه الطبيعيه ديالهم، واخا غابوا 11 عام فدائما كانوا في القلوب ديالنا وكنا كنتفكروهم باللقاءات الجميله اللي داروا باللعابه الكبار اللي دازوا في هذا النادي هذا. فنتمنوا لهم حظ موفق ويكون ان شاء الله من الناس اللي من الفرق اللي كينافسوا على البطوله ان شاء الله. جميع الرياضيين تنتحلوا بهذه الاخصار، تنعرفوا بان فرقه طلعات تنساعدوها، فرقه في ازمه تنحاولوا نحلوا معها المشكل، والمغرب كله تنظن فرحان بطلوع النادي المكناسي، المدينه العريقه، المدينه اللي عندها تاريخ ودابا عندها فريق في المستوى وان شاء الله يكون احسن. نهضروا على اللقاء، تنهنيو فريق النادي المكناسي على الصعود ديالو اللي رجع للمكانه ديالو الحقيقيه، تنهنيهم. الحمد لله هذه البديرات بحال هكا يعني تنطلقوا فيها، اللي شحال ما تنكونوا ربما لعبنا وحبسنا الكره، كاين اللي مشى للتدريب، كاين اللي حبس كره صينه هنايا تتلاقى معاه، هذه فرصه. وتنتمنوا على الله، انا تنقولها ديما بحال هذا، ربما نقول التكريم ولا هذا، نتمنوا على الله يكون باقي ذاك الشخص هو عايش باش يحس بديك القيمه ولا ذاك العطاء اللي عطى تيحس به هو تيكون حي، ونتمنوا على الله الخير للجميع. واليوم كنقدم لهم التهنئه الخالصه لمدينه مكناس والجماهير ديالها والساكنه ديالها والسلطات المنتخبه والسلطات المحليه والمسيرين واللعابه. شكرا لكم جزيلا على ما قدمتوا لمدينه مكناس وعلى الصعود ديالهم. راه الصعود ماشي سهل، غير اللي يتناسى وصافي كيقول الصعود راه غتصعد، ولكن الامور راه كتكون عمل شاق وجاد، وكنشكرهم على هذا العمل اللي قدموا ونتمنى لهم التوفيق في البطوله الوطنيه. والحمد لله قبل ما يطلعوا راه قدموا مشاريع من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ومن السلطات المحليه. انا نقول لك، قول لنا وفرحنا الساكنه المكناسيه. ساكنه مكناس الحمد لله راه كاين في قيد الدراسه مع السلطات المنتخبه والسلطات المركزيه باش يكون ان شاء الله مركب مدينه مكناس، وكذلك الملعب الشرفي اللي غادي يتعاود الترميم ديالو، لا بالعشب الطبيعي ولا المدرجات ولا لي فيستير، غادي تكون بحله جديده وغيكون ملعب تدريب. حنا غنشتغلوا عليه وغادي نترجوا السي القجاع كذلك انه باش نكونوا في اللجنه البنيه التحتيه مساهمين مع النادي المكناسي، ويستاهل. وهذا فريق عريق وفريق العاصمه الاسماعيليه تستاهل منا كل التقدير والاحترام والعمل الجاد باش الناس المستثمرين والاقتصاديين ومكتب الحمد لله كل شيء يتابع على راسهم السيد الرئيس. الا تجمعت هذه القوى كلها الحيه ما تكون الا نتيجه طيبه ان شاء الله. شكرا لك سي يعقوب. سي امين، يوم احتفالي طبعا، وبهذه المناسبه شنو تقدر تقول لنا؟ هنيئا لكم بعدا. كنظن السيد السي عز الدين والسي ابرون يعني لخصوا الاحتفاليه اليوم. نعم. حنا فرحانين اليوم بالصعود ديال النادي المكناسي، وكنبغيو نكرروا الشكر لجميع الفعاليات والسيد عماله مكناس والسلطات والجمهور والفاعلين الاقتصاديين والاعضاء المكتب كاملين والسيد الرئيس الجميع اللي هو يعني هذا كنبغيو نشكروهم على على الصعود النادي المكناسي وعلى يعني الجهود اللي قاموا بها في هذه السنه. شكرا لك سي امين. شكرا سيد عامل. كان تبع شؤون الفريق بأدق التفاصيل، وصراحة كنشهد بأن كيحب المدينة أولا وتبع الفريق كل المقابلات. غير البارح في منطقة غير باش كنتبع معايا الريزولطا بشحال كل دقيقة كل هكا، يعني ماشي كاين جو سيبوز بان كاينين عمال في المغرب ومتبعين، ولكن ماشي بهذه الدرجه هذه. يعني هذا الشيء هو اللي كيحمسنا بزاف، كيكون التحفيز
يعني المعنوي زائد الدعم المادي، وهذا عامل حاسم صعود النادي المكناسي.